نقاط عدة تجمعت ببطولة بغداد الكروية للفرق الشعبية، منها الإيجابية والسلبية. فبالنسبة للأولى جاءت استذكارا ووفاء لشيخ المدربين عمو بابا، وكذلك تفعيل شريحة الفرق الشعبية بصورة دائمية لكي لا تتناسى على مدى الدهر. كما كان لفرق بعض المحافظات حضور مميز، والذي لم يقتصر على فرق بغداد فقط، إذ خطف فريق محافظة بابل لقب هذه البطولة بعد أن تمكن من الفوز على بغداد بهدف نظيف. استذكارا للاعب الدولي الراحل العزيز على العراق والعراقيين والعزيز على الكرة الرياضية المرحوم عمو بابا، وبمشاركة 24 فريق لكافة فرق بغداد الفرق الشعبية. إن شاء الله احنا نريد من الرياضيين القدماء أنه يكون حضورهم هنا، لأنه ما نشاهد لا لاعب دولي لا مدرب الذي دربه الكابتن المرحوم عمو بابا هذا البطولة. وهي البطولة باسم الكابتن عمو بابا. عمو بابا اسم غني عن التعريف يعني. الجوانب السلبية كان لها نصيب في هذا المحفل، الذي عانت الفرق المشاركة فيه من قلة الدعم المادي والمعنوي الواجب توفره ليتسنى لهم الاستمرار بطريقهم الرياضي بصورة صحيحة. كذلك عدم حضور المدربين والمسؤولين زاد من استياء القائمين والمشرفين على البطولة، لأنها تهدف إلى إيجاد طاقات شبابية يمكن أن تكون سندا لفرق أنديتنا ومنتخباتنا حاضرا ومستقبلا. كل هذا وذاك لم يجعلهم مكتوفي الأيدي، بل صمموا على إنجاح بطولتهم البسيطة، لكنها حملت معاني كبيرة بالمجال الرياضي. بالنسبة للعراق بالفرق الشعبية نعاني من الدعم المادي والدعم المعنوي والأجهزة الرياضية والملاعب. قلة الملاعب عندنا يخلينا بعيدين عن الرياضة، رغم احنا عندنا وجوه شابة كثيرة بالعراق العظيم، ومنتخبات عندنا منتخب أشبال منتخب ناشئين، بس هنا المادة أهم شيء عندنا. نتمنى من الحكومة من الدولة من وزارة الشباب الموقرة أن تنظر وتلتفت التفاتة بسيطة للفرق الشعبية. هذه القاعدة الجماهيرية اللي كانت تستقطب اللاعبين الدوليين اللي كلهم اللي هم أساس الفرق أنديتنا العريقة. جملة من النقاط عصفت بلاعبي الفرق المشاركة في هذه البطولة، إلا أنهم واجهوها بشجاعة عالية ليثبتوا أوتاد الفرق الشعبية بقوة بأساسات كرتنا العراقية. لبرنامج حصاد الرياضية، زيد غالب.